مساء الخير عليكم يا احلى ناس في الدنيا. النهارده هكمل معاكم الجزء الثالث من اساسيات المطبخ. لو لسه مشفتوش الجزء الاول والثاني هسيب لكم اللينك في اول تعليق والديسكريبشن. ما تنسوش بقى تشجعوني كده باللايك واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبتدي الفيديو. الطواجن دي انا جبت منها 3 طواجن احجام الصراحه، يعني اللي هو الحجم الكبير الوسط الصغير، من محل اسمه سفره. الصراحه مش عارفه نوعها ايه بالظبط، بس بجد حلوه جدا وجميله قوي. بعمل فيها طاجن الباميه باللحمه والجمبري وام علي، بعمل فيها حاجات كتير قوي. هي اساسا كشكل حلو قوي، وكمان كاستخدام جميله. انا كنت جايباها مكان الفخار، يعني انا ما كانش عاجبني شكل الفخار وكده، فجبت دول مكانه. الصراحه الطواجن استخدامها حلو وبتخش الفرن وما بيحصلهاش اي حاجه، واحجامها كويسه جدا. عجباني قوي، انا كان عاجبني الوانها وشكلها، فهي بجد جميله قوي. الطاجن البايركس اللي شبه الحله ده جميل قوي، وبعمل فيه مثلا كذا حاجه، يعني صينيه بطاطس وحاجات كتير. بيبقى شكله شيك كده وبيبين الحاجه من بره بشكلها حلو كده. وكمان الغطا بتاعه ده بيتحط على النار، يعني بتسخني فيه الحاجات على النار. وممكن كمان لما تيجي تعملي فيه الاكل او كده تطلعي الغطا ده ان انت تقدمي من البايركس يعني اكنه استخدامه كطبق للتقديم. فهو عملي جدا وحلو قوي الصراحه، وما بستغناش عنه. الطاجن البورسلين ده جميل كشكل، يعني هو كشكله الصراحه حلو قوي كشكل. انا اول استخدام ليه حطيته في الفرن فظهر فيه شروخ، كمان مش شرخ واحد، شروخ كده. لو انتم ملاحظينها في الكاميرا او باينه لكم، انا حاولت ان انا ابينها من جوه كده. هي الشروخ دي مش باينه من بره، هي من جوه. فخفت الصراحه عليه قوي، وخفت ان انا استخدمه تاني يتكسر او يحصل له حاجه، فبقيت استخدمه في التقديم بس. فانتي لو شفتيه بلاش تجيبيه، لو هتجيبيه للتقديم بس اوكي. الكازرولة دي بحب استخدمها قوي في غلي اللبن او الشربات بتاع الجلاش بقى والبسبوسه. صراحه عمليه قوي. جيبي منها الاستانلس افضل حاجه الصراحه، يعني انا بالنسبه لي الاستانلس افضل حاجه في الكازرولة. فدي اسمها كازرولة مش عارفه بقى بس علينا. براد الشاي بلاش تجيبي البايركس، لان هو بيتكسر مع الوقت، اساسا هتلاقيه اتكسر او حصل له حاجه او كده. فهو بيبقى شكله حلو وكل حاجه، بس انضف حاجه الاستانلس، بيعيش معاكي عمر عامه يعني. فالبراد اساسي حتى لو عندك كتل، لان هو بيبقى في الطوارئ بقى، اي حاجه طارئه بتطلعي البراد. بولات الازاز حلوه قوي، يعني البوله الكبيره دي كفايه بوله واحده، تجيبي بوله كبيره تعملي فيها سلطه فاكهه، تحطي فيها حاجه، جيبي منها واحده بس. و4 وسط بقى للتسالي والتقديم، اندومي بقى، يعني للدلع كده. الصراحه هم عمليين، بتحطي فيهم اي حاجه. كزرولة البيض الصغيره مش عارفه اسمها ايه بالظبط، يعني اسمها كزرولة بيض، لو حد يعرف اسمها يكتب لي، عشان الصراحه مش عارفه اسمها ايه. بس هي حلوه قوي، بسلق فيها البيض وبسخن فيها حاجات. هي عمليه وحلوه جدا الصراحه، يعني بالنسبه لي حتى النوع ده جميل جدا. انا لما اشتريتها افتكرت ان انا مش هعمل بيها حاجه او كده، بس الصراحه استخدمتها في كذا حاجه. وبس كده نكون خلصنا الفيديو. وبعتي الفيديو لاي عروسه عندك عشان تستفيد، وما تنسيش تعملي لايك واشتركي في القناه عشان يوصل لك باقي السلسله. واكتبوا لي في الكومنتات تحبوا الفيديو الجاي يكون عن ايه، وسيبوا لي اسئلتكم وانا هرد عليكم. بحبكم قوي وبفرح بتعليقاتكم الجميله وبحب ارد عليها. يلا باي باي.